خد يا ابني ال1000 جنيه دول، روح ادي لعمك محمد وقول له كل سنه وانت طيب. حاضر يا بابا. بعد مرور سنة. خد يا ابني ال 750 جنيه دول اديهم لعمك محمد وقول له بيقول لك بابا كل سنه وانت طيب. حاضر يا بابا. بعد مرور سنة. خد يا ابني ال 500 جنيه دول اديهم لعمك محمد وقول له كل سنه وانت طيب. حاضر يا بابا. ايوه مين اللي بيخبط؟ مين طيب جيت اهو. ازيك يا حاج؟ تمام يا عم محمد، تعالى اتفضل اقعد معانا جوه شويه. لا شكرا، اصل انا ماشي على طول. خير يا عم محمد، مش عوايدك ان انت تجيلي في حاجه؟ انا جاي بس اسالك سؤال واحد، انت الاول كنت بتبعت لي 1000 وبعد كده بقيت تبعت لي 750 وبعد كده المره دي بعت له 500، ممكن اعرف ايه السبب؟ فعلا انا كنت ببعت لك 1000 جنيه عشان ما كانش عندي الا ولد واحد، الوقت ربنا رزقني بطفل تاني عشان كده بقيت ابعت لك 750 وبعدين ربنا رزقني بطفل تالت بقيت ابعت لك 500. ليه في حاجه؟ وانت مراتك ناويه تخلف تاني بقى على كده؟ هي حامل في الشهر الرابع وفي بطنها توأم. وانت ان شاء الله ناوي تولدهم كلهم على حساب انا؟ ده انت راجل خسيس فعلا.